السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل أكواب الأوريو من دون فرن، حلا كتير سهل وكتير لذيذ وبيخلص معكم بدقايق. بهالوصفة حنحتاج من 20 ل25 حبة من الأوريو، بدنا نطحنهم بشكل ناعم. فيكن بالماكينة أو بالإيد، بس ما تشدوا بالماكينة حتى ما يطلع منه زيت ويتغير قوامه. بدنا نقسم خليط الأوريو المطحون لقسمين. أول قسم بدنا نضيف عليه 3 ملاعق كبار من الزبدة المدوبة مع ملعقة كبيرة حليب سائل ومنخلطهم مع بعضهم. إذا احتجنا ملعقة إضافية من الحليب منضيف لنحصل على هيدا القوام. لنعمل الخليط الكريمي حاستخدم 2 كريم شانتيه أو الدريم ويب. بدنا نحطهم بوعاء، بنضيف عليهم كوب من الحليب السائل، لازم يكون كتير بارد. نخفقهم مع بعضهم لمدة 5 دقايق لحتى يتماسكوا ويصيروا جامدين بهيدا الشكل. كل ما كان الحليب أبرد عندكن كل ما انخفقت الكريمة بشكل أفضل. هلأ منضيف عليهم النص التاني يلي طحناه من الأوريو ومنخلطهم مع بعضهم منيح. وهيك ب3 مكونات عملنا الكريمة اللي بدنا نحطها بين الطبقات، كتير لذيذة وطيبة. وهلأ بدنا نبلش نحضر الطبقات بالأكواب. بأي أكواب عنا منبلش نحط أول طبقة من الأوريو المطحون، نضغط عليهم بكوب فاضي حتى يصيروا جالسين، تقعد الطبقة اللي فوقهم بشكل منيح وما يكونوا فايتين ببعض. الطبقة التانية هي طبقة كريمة الأوريو، يفضل نحطها بكيس هيك بتتوزع معنا بسهولة، وإذا ما متوفر عندكم ما مشكلة، بتضيفوها شوي شوي بالأكواب. وبملعقة صغيرة بنعملها بهالشكل حتى نتأكد إنها توزعت منيح وما في فراغات. حندوب كمان نوتيلا حتى نحطها بين الطبقات. فيكن تستخدموا أي شوكولا قابلة للدهن، حطوها جوا كيس ووزعوها بهيدا الشكل. إذا عبالكن تخففوا كمية النوتيلا ما تحطوها بين الطبقات وتحطوا بس على الوجه، أكيد بتزبط معكن فيكن حسب الرغبة. بتخبطوها خبطتين 3 على الطاولة، بتصير بتتوزع بهيدا الشكل لأنه بعدها ساخنة. فوق النوتيلا منحط طبقة تانية من الأوريو المطحون، نضغط شوي ما منقوي حتى ما ننزع الطبقات اللي تحته. من فوق الأوريو منحط الكريمة يلي عملناها، منرجع منحط طبقة تانية منها. كتير حلو ترتيب الطبقات بهالشكل، بيعطيهم شكل كتير حلو، طعمة كتير طيبة، بس تاكلوا تاخدوا من كل شي مع بعضه بلقمة وحدة. وعملت الحلا كمان بأكواب بلاستيك، هيك بصير فيني غلفهم واخدن معي أي روحة على الطبيعة، روحة مع العيلة، هيك فكرة كتير حلوة تاخدوها معكن. آخر طبقة هي النوتيلا الدايبة، نخبطها شوية كمان بشكل خفيف حتى ما يكون في أي خطوط طالعة لفوق. منزين بقطعة من الأوريو أو الأوريو المطحون. أنا عن نفسي بحب الأوريو المطحون أكتر، لأنه بحس قطعة أوريو كاملة لحالها بتحلي، فأنا بدي أنبسط بالحلا أكتر، فأنتو أكيد حسب الرغبة. هلا منفوتهم على البراد لمدة 2 ساعة لحتى يبردوا بشكل كامل، ومنصير منقدمهم. وخلونا نتفق، أول ما تطلعون من البراد نتركن تقريبا 15 دقيقة بحرارة الغرفة، هيك بتصير طبقة نوتيلا يلي من فوق بتطرى شوي، بتبطل كتير جامدة، بتطلع أحلى وأطيب بالتقديم. وهلأ حدوق معكن نكهة كتير كتير لذيذة، ومثل ما شايفين الطبقات شكلهم كتير حلو بالكوب، يعني بتبهر لضيوف العيلة وحيطلبوها منكن دايما. ومثل ما شفتوا بالفيديو طريقتها كتير سهلة وبسيطة، ما بدها أي جهد وبتصير جاهزة عنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. جربوها واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. صحتين وهنا.